السلام عليكم. مع الجزء الثالث من المتحف القومي للحضارة المصرية National Museum of Egyptian Civilization. كان المفروض يبقى الجزء الثالث ده عن قاعة اللي هي الموميات الملكية، اللي هي القاعة اللي دي الموميات الملكية جوه المقدس موجودين تحت كده يمكن. للأسف بعد ما وصلت هناك قالوا لي إن ممنوع التصوير، رغم إن في المتحف البريطاني أنا صورت قبل كده موميات كتير. فكده هيبقى الجزء الثالث هيحصل تعديل فيه، مش هيبقى للمتحف الموميات. كده فيها موميا بتاعت حتشبسوت، الموميا بتاعت الملكة تي، الموميا بتاعت رمسيس الثاني. انا هدخل دلوقتي قاعة النسيج المصري Egyptian Textile Gallery، ودي تبقى الفيديو الثالث ان شاء الله. احنا شايفين ان هي هنا مكتوب قاعة النسيج المصري المتحف القومي للحضارة المصرية. دي افتتحت في 18 ابريل سنة 22، يعني السنة اللي فاتت. نشوف النسيج في مصر القديمة، النسيج القبطي، النسيج القبطي، الفن الخيامية، النسيج في العصر الإسلامي مع صور للعصور في الوقت ده. نشوف قاعة شكلها حلو. كان اصلا موسيقى كمان حلوة، كانت موسيقى مش قديمة. واو، اوكي. يعني كان اتقال لي في محمل من كسوة الكعبة، قصدي من ايام الملك فاروق، ورجعت تاني، راحت ورجعت، اللي هي اللي قدامي دي تحفة. ماشي، دي تحفة. وده الهودج برضو. طب خلينا ناخدها واحدة واحدة. هنا تمثال مشرف الصعيد، يعني ده مشرف النسيج، وده رداء السيدة. ده النسيج، ده البليسيه. يعني فعلا البليسيه دي حاجة جديدة، فن طيات القماش في مصر القديمة. أنا ما أعرفش كلمة بليسيه، يعني هي باستخدام من زمان ولا أعتقد إنها دايما كلمة فرنساوي. نسيت الحاجات المكشكشة دي كانت موجودة عندهم برضه من زمان. ده الكلام نفسه بالإنجليزي. هحاول أشوف صناعة الأقمشة في مصر القديمة. ده بيتكلم عن اللون الأحمر والأزرق، وفي بس حد أحاول أعديهم، في حد بيشرح فهيعطل لي الصوت. أقمشة في مصر القديمة، الأحمر والأزرق والأصفر. Here at bed with the cover, sandals, flip-flops. نسيج برضه زي الفارو، الأردية، الكتان، تمثال وزير الملك نفركارة، تمثال كاهن. التماثيل دي ودي الأردية بتاعتهم. كان في هنا شباشب برضه من النسيج، دي أوعية. ما هو الشبشب معمول برضه من القش، ده بيتنسي. بيتكلموا زي ما قلت على صناعة الكتان. لا، المعرض يتشاف حقيقي يستاهل، يعوض الموميا في قاعة الموميات الواحد ما عرفش يصور فيها. وده مشرف النسيج الملكي، زي كوفية، تلفيعة، رداء قصير لرجل. الموسيقى شغالة دي بتاع كلمة حلوة وكلمتين لدليلة. أحب نطاق كتان تلف حوالين النطاق ده، بتلف حوالين زي ذات النطاقين، بيتلف حوالين الوسط النطاق ده زي الحزام. الكوفية حلوة. الموسيقى دي طبعا في فيديو، بس يا رب الفيديو ملوش كوبي رايت اللي فيه موسيقى. شق أفراد من الغسيل. ده أكيد مش نسيج الراجل ده أمريكا أخناتون متهيألي. وده إناء العمارنة، ده من تل العمارنة، بس المفروض نسيج برضه، معرفش هل بيعملوا بيه الحاجة.
مش عارف ليه حاطين فخار، لا فخار مع النسيج، بس اكيد لهم سبب يعني، مش لاقيين له مكان في القاعة المركزية يعني. ده شكله عامل زي بتاعت رداء من الصوف، ده عامل زي البامبرز كده يعني. ده رداء من الصوف من طل العمارنة برضو. ده مقدر الملك توت عنخ آمون. أو مقدر الملك توت عنخ آمون مكتوب هنا. ده الشعر والجمال في مصر القديمة. الشعر مش الشعر، أنا بقرا غلط. Hair and Beauty in Ancient Egypt. أنا داخل على واحدة سوري وأنا سترابتنج هي بتصور وأنا بصور، بنحاول نعدي بعض. أوكي، ده الشعر والجمال. كانوا بيعملوا الشعر في كان شعرهم أكرت فبيجدلوه كده ضفاير. دلوقتي دخلنا على فيروز، موسيقى نسم علينا الهوى. ده الرداء الطقسي، معرفش ايه طقسي، كتير مكتوب هنا في الكلام ده كتير، على الوقت الواحد بيقراه. صوروا بقى دلوقتي. ده ملابس في العصر اليوناني والروماني. تمثيل التراجرا. كفن بعيد عنكم وعن السامعين، عنا وعن السامعين. صنادل الأحذية. اسم الكتان. نص بعد كده رأس الطفل. الطفل ايه ده؟ كل راس. دي أدوات في صناعة الغزل والنسيج. ده النسيج القبطي. بكر الأموي والعباس لغاية كده نسيج في العصر الإسلامي. نسيج المصري في العصر الطولوني. نسيج أحمد بن خيرون. مصر في العصر الفاطمي. مصر في العصر الأيوبي. يعني كان بيختلف النسيج شكله وطريقته من عصر لعصر، حتى في خلال الفترات المتشابهة، يعني الفترة الإسلامية مثلا.
او بيدل بس على الفتره الزمنيه ان هو ممكن يكون متشابه نسيج المصري في العصر المملوكي دخل 1517 طريق الحرير. احنا عامل زي المدارس الصيني دلوقتي. نسيج المصري في العصر العثماني اشتغل على محادثة 1817 1805. الخزف وضع مش عارف ايه علاقة الخزف او الاواني بالنسيج. جودة القمح بعيده أفضل كده. الجوات المعدنية في العصر الإسلامي معرفش دي هتبقى قاعة جديدة ولا إيه، بس هم قافلين هنا الجزء ده. كسوة الكعبة، كسوة الكعبة حسب آية المرشدة إن هي كانت في عصر الملك فاروق، إنها راحت للكعبة فعلا ورجعت تاني. كانت في اللي انا متصور معاها او اللي هي في الفيديو الاولاني دي كانت في عصر جمال عبد الناصر، ودي ما راحتش ما استخدمتش، دي مستخدمه. ده الهودج. ده السجاد المصري الاسلامي. قرب له حلو قوي طبعا. عامل زي الحاجات اللي هي الايراني الشيرازي وكده. كده في صواصف كان له، شفنا له تمثال هناك برضه في القاعة المركزية على انجازاته. هنا برضه له تمثال او له لوحة تانية. نيجي بعد كده للاجزاء اللي هي للملابس. دي اعتقد ملابس سيناوية في الاغلب، تهيألي انها ملابس سيناوية. ده الجزء ده اللي ما شفناهوش. زي سيناوي فعلا زي ما توقعت، زي سيناوي. ده لسه في دور فوقاني كان ما كنتش باين في دور فوق عشان شايف في ملابس بعيد لورا. في ملابس رجال هناك. انا هشوف الطلوع منين او مش واخد باين في دور فوقاني، بس لسه مش دور واحد. اوكي، ده السور الصعيدي. ده الصعيدي الفيلم اسمه دي نجا لطفي. اعتقد ده فيلم الموميا مع احمد مرعي في اللقطه دي. ده الملس، ده اللبس منطقه مصر الوسطى بيلبسوا الملس، ده اسمه الملس منطقه مصر الوسطى. طب ده لبس ايه بقى؟ ده الزي العدوي. يا عدوي، مش عارف في حاجه اسمها عدوي. قرية بني عدي بأسيوط. أنا أول مرة أعرف المعلومة دي، إن العدوي دي حتى كان بيقولها سمير غانم وجورج باظة. سمير غانم والضيف وجورج يقولوا يا عدوي. في حد اسمه سيدي عدوي أكيد. دي قرية بني عدي بأسيوط. غير هنا بقى كلمة عدوية بقى ممكن. لا يزال يرتدى في الصعيد. نشوف دلوقتي ممكن واحد يطلع ازاي لفوق. ان في تم غزو برضو من المدرسة دي. هحاول اطلع اسأل فين الطلوع لفوق. مش عارف ان هو في دورين، هل في دور تاني؟ اهو في هنا نطلع ازاي ما خدتش بالي منه. ماشي نطلع كده لفوق. شوف الدور التاني في ايه. انا معرفش هو بيسلم بس ولا عندهم
الناس في معاهم كرسي بعجل او معاهم في اسانسير. حقيقي ما اعرفش المعلومه دي فمش هقدر افتي بيها. ده الدور التاني او الدور الاول، مش التاني ده الاول من تحت الارض. كده نقدر ناخد لقطه بانوراما للمنظر كله. ابتدى القاعة تزدحم كمان يعني، منظر ظريف. ده النسيج المصري في عصر أسرة محمد علي. ده الأمر الملكي منه، مش أمر الملكي، هو أمر إيه؟ ساكن الجنان، مش ملكي، زرع القط. وما أعرف إن زرع القط كان بياخد أمر. أوكي ماشي. ده النسيج المصري في عصر محمد علي، عملت النظام بتاع الخيامية. كان دي أبواب شبيه مالهاش دعوة، ما أعتقدش ده نسيج يعني، بس أوكي برضه ظريفة إنها تتشاف. نسيج تاني، أنا معرفش بقى ده من عصر محمد علي برضه ولا لأ. دي شكلها نوع من ساعات الجيب وعلب التجميل والنشوء ودلاية وصورة صغيرة الملكة نيمان. صورة صغيرة مش عارف أنهي واحدة بالظبط. الصورة الصغيرة أي الصورة بتاعتها يمكن دي، ده الملك فاروق. خديوي إسماعيل، دي لوحة لخديوي إسماعيل. ده الملك فاروق، أعتقد دي ملكة نيمان مش الملك فاروق. ده صورة للملك فاروق والملكة نريمان. دي الصورة الرسمية لجوازهم، هو كان شكله هنا كبر عن الصور المعتادة. اللقب الرسمي بتاعه ملك فاروق ملك مصر والسودان وسيد النوبة وكردفان ودارفور. اوكي. ده رداء تاني، معرفش حقيقة انه عصر، معرفش في لوحة مكتوبة عليه ولا لأ. بعض البنشين هنا. أميرة زينب هانم أفندي، اللي هي دي صورة حلوة قوي، عملت بالزيت، الإضاءة عليها حلوة وظريفة برضه. الزاوية دي لون الصورة حلوة. إحدى تجرى كلمات محمد علي باشا ولي مصر. اوكي. ده رداء تاني، ده مكتوب عليه هنا ده مكتوب عليه بدلة سيدة من الحرير الفستقي، لون عليه طراز من أصل الذهب والحرير الأحمر والأخضر والأصفر تمثيل ثوب أصفر، تألف من فستان طويل بكمين وجاكيت كمين وحذاء. بص برضه المنظر هنا بتاع قبل ما نكمل فوق، المنظر ظريف قوي، ونشوف المتحف في الناس. دي برضه مجوهرات أو أدوات تجميل، حلي أدوات تجميل ناشئين. أي مكتوبة هنا إيه دي؟ مجموعة الحلية والدبابيس والدلايات وزجاج العطر وعلب التجميل ومكحل. باين مكحلة باينة الصورة دي متهيألي. الأميرة جشع أفت هانم أهي، شكلها صارم قوي. هي لوحة زي الأميرة جشع أفت هانم أحد زوجات الخديوي إسماعيل، تزوج عام 63 من أطفال مسحات الفضل في شقة ومدرسة حكومية مجانية، تعليم فتاة عام 73، المدرسة الصوفية اللي تسميها المدرسة الثانية. اوكي. شكلها عامل زي السيرما والحاجة التايلاندي. دي سجادة صلاة، واو. دي سجادة صلاة من الحديد الأحمر مطلق بالفضة.
ممنوع مواهب ذهب واشكال. قالوا كده مواهب. مش عارف ليه هنا مفيش اضاءه، كهرباء قطعه، ترشيد الاستهلاك او ضغط الاحمال، وانواع الازرار والدبابيس والمباسم، لذلك عدد التجميل وحالة السجائر. ده لبس مش عارف ايه بقى، للاسف انها ضلمه هنا مش عارف ليه، هم خايفين الاضاءه تاثر على حاجه. بس ده سائق الكوبيه، كوبيه الملابس التقليديه الذي يرتديها سائق العربيه الكوبيه، عربيه كوبيه حشير، عربيه فيكتوريا الخاصه وهذا صعبة سمو الملك. هذه الاسره العربيه ذات لتشريف المساجد ومعابد. هم اللي بيشرفوا المساجد ومعابد ولا دلوقتي؟ الأمشد ده أعتقد بيمشي قدام العربية. الأمشد ده أنا فاكر الكلمة دي. قالوا الجوار كل جوات السنغالية التسمية كان يفصل مثلا تنظيف العربات وحمايتها أثناء السير وفتح الطرق، كان يمسك بيده عصا خرزان محورا، يمسك شعلة لإنارة الطريق. أدي الأمشد. أوكي قربنا كده على النهاية. دي الأزياء الخدمية في عصر أسرة محمد علي. دول خدامين، البهوات اللي واقفين دول الخدامين. دول بشوات، دول خدامين. طربوز صوت النور. الجروم اللي هم الصفية دي جايه من الاصطاف أعتقد. الأمشجي اللي هو السايس. الجوكي اللي هو السائق. نرجع تاني نشوفها. اوكي مش هنا الصورة أوضح شوية. ده الأمشجي. والقراي سائق العربة اللي يجلس على الكرسي الموجود في مقدمة العربة، ده اللي هو العربجي. دول بيمسك يقعد في آخر العربة. ده غير دروم. يعني ده لبس أقل ناس وظيفيا وشغلا. المجال دي شكلها جديد. ده السائق الاصطفية والسائق العربي الدكتور خصوصي. الملك الفاروق الأول تشريف نادي السباق. ونرجع كده نشوف إن دي ساعات جيب، مجموعة من ساعات الجيب. أوكي ده المنظر. ده المتحف. انا مبسوط جدا لما الاقي ان في حاجه مشغله وزحمه. يعني حاجه سهل كويس ان الاطفال اللي هنا بيصوروا مهتمين يشوفوا، ما عندهمش حاله من التأهيل يعني، وفيها نوع من الالتزام، ما فيش حتى دوشه كتير حاصله، مش دوشه تقريبا. ده المنظر من هنا من فوق. وده كده انا شايف في اهل المشرفين طلع. انا حقيقي مبسوط ان في عدد من الناس وان في سيطرة على الأطفال، إن مفيش دوشة موجودة، وإن في عدد من الناس. دي حاجة النهارده يمكن يوم الأحد، يعني ممكن يكون أجازة، يوم أجازة عندهم حسب المدرسة. أنا كده هختم الجولة دي في الجزء الثالث في المتحف القومي للحضارة المصرية من قاعة النسيج، وأرجو أن يكون الفيديو حلو. سلام عليكم.